نكسبوا نملكوا نجلبوا الحاجه اللي ديالنا. البيتزا ديالنا، البيتزا راهي صافي 40 سنه وهي تنخدم في الجزائر، معناتها ولات ديالنا جزائريه البيتزا. أهلا وسهلا مشاهدي قناة الدليل تيفي. ما تنسوش الله يخليكم تدعموا القناة بلايك اشتراك وتعليق. ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. موضوعنا اليوم هو محاولة الهوكيين سرقة البيتزا ونسبها ليهم كيف ما كيديروا مع التراث المغربي. بيتزا كاري أي بيتزا مربع، البيتزا التقليدية الجزائرية، البيتزا تاع بكري، البيتزا تاع زمان. بحال هاد الفيديوهات منتشرة بزاف في اليوتيوب، واللي كيقولوا فيها أن البيتزا من تقاليدهم، أي أنهم متوارثينها أبا عن جد. ودابا نخليكم مع هذا المقطع ونرجعوا من بعد. قالت الجزائر هي الأحسن في الدول العربية في صنع البيتزا. بهذا خلقت البيتزا تحفيزا لصناع البيتزا، تقديمهم إلى الواجهة يكونوا في عروض خارج الوطن، وباه نعرفوا بثقافاتنا وأنواع البيتزا اللي نضمها. كاين اللي يكذب، كاين اللي ساكن له في الدم الكذب، ما يهدرش صح كاع غير الكذب. كيف ما شفتوا كيقطعوا يفصلوا يخيطوا غير بوحدهم. قال لك اسيدي هما الواعرين في العرب في البيتزا، والبيتزا ولا التراث تاعهم برك برك. ودابا غادي نمشيو لابعد من ذلك، سطاج الوحش. اجيو تشوفوا الدليل القاطع اللي كيثبت ان البيتزا ديالهم. أما أنا أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول أن البيتزا جزائرية الأصل. نعم، جزائرية الأصل. سوف آتي لكم بالدليل. تعالوا معي إلى أعماق الصحراء الجزائرية، حيث موطن الطوارق. طوارق صنعوا البيتزا وورثوا صناعة الأكلة من أجدادهم القدماء. نعم، هي بيتزا ليست كتلك التي تباع في المحلات، لكن بنفس عملية التحضير. شاهدوا معنا. هنا يتم عجن الخبز عجن جيد، وتحضر الحشوة المكونة من الطماطم والفلفل والثوم، بالإضافة إلى الزيت وبهارات وشحم الإبل. وتغطى الخبز بالرمل والجمر ويترك لفترة من الزمن. رجال الطوارق يحبون هذه البيتزا العتيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خبزة الشحمة ولا الكفتة اللي في المغرب ما مسوقينش لها قال لك ولات بيتزا. البيتزا الحلال راه ماشي عجينة ولا صوص. المكون الرئيسي فيها هو الجبن ماشي الشحمة، وجبنة الموتزاريلا دولة وحدة اللي كتنتجها. وهنا كنتكلم على الموتزاريلا الحقيقية اللي كتصوب من حليب الجاموس. الموتزاريلا الحقيقية كتصوب من حليب الجاموس، وهو سر البيتزا الإيطالية، وهو سبيسياليتي كيتميزوا بها هما على باقي دول العالم. صحيح ان كاينه موتزاريلا كتباع في جميع انحاء العالم، ولكن ماشي بنفس الجوده اللي عندهم. ودابا نخليكم مع فضيحه الجزائري اللي بغى يستغل شهره نادي ميلان الايطالي للترويج لمطعم البيتزا ديالو. علاش نادي ايطالي وماشي جنسيه اخرى؟ طبعا لان ايطاليا موطن البيتزا ومشهوره بها. ياك كتقولوا البيتزا جزائريه، ايوا روج ليها بالبلاد ديالك. نادي ميلان الإيطالي يهدد مطعما جزائريا يحمل اسم بيتزيريا ميلانو باللجوء إلى القضاء. راسل نادي ميلان الإيطالي مطعما للوجبات السريعة بالجزائر، وذلك بسبب استغلال اسم وشعار النادي الإيطالي الشهير من دون ترخيص. وطالب نادي ميلان في مراسلته من صاحب المحل حذف شعار النادي والتخلي عن استعمال اسمه. ودابا نخليكم مع الطريقة اللي كيتبعوها لسرقة تقاليد وتراث الآخرين تحت شعار تمسكن حتى تمكن. شوفوا هذا الفيديو اللي كيشرح كيفاش كيمشيو لإيطاليا كيتعلموا البيتزا على أصولها، ومن بعد كيديروا كوبي كولي لداك الشيء اللي تعلموا، وفي الأخير تيوليو يقولوا تاعنا برك برك. Je suis agrandi dans ce métier avec une expérience très nutrie, avec ma patience et avec
avec mon amour pour ce métier de toute façon. Parce que je suis amoureux de ce métier. بالقاسم أقنع أصحاب المطعم بفكرة توسيع السلسلة وفتح فروع بالجزائر. دائما كيختاروا شي طريقة جهنمية للاستيلاء على تراث الآخرين. مثلا بالنسبة للبيتزا اختاروا بيتزا كاري، أي بيتزا مربع. نتوما الطاليان ديالكم المدورة والمتلتة، وحنا الكاري ديالنا. وكأن إيطاليا وباقي بلدان العالم ما كيقطعوهاش على شكل مربع. ودابا نخليكم مع فضيحة البيتزا كاري أو بيتزا مربع اللي فاضحيننا بها. بالمتر اخويا ها، بالمتر اخويا ها، شو الله يبارك بالمتر حبيبي ها. 206 خلينا في البيتزا خلي البيتزا اخويا. غتفرج لا ما يتسالي يطيحوا بالبيتزا ها، لو ما يتسالي بالبيتزا اخويا. هرب الكواره. مرحبا سخونه، شو الله يبارك خويا. مرحبا خويا سخونه خالي، سخونه خالي سخونه. ها خالي مرحبا بك خويا. ها طرود برك خويا. ها 30 برك خويا. ها باك صاب خويا ولا مسموت اخويا ربي ان شاء الله. وينك اخويا ما يصراك والو خويا. ضرب باك صاب لاصاص برك خويا ما يصراك والو. مرحبا خويا الله قاطو خويا ميور بيسا خويا. حجره دوريجي خويا. ها برك خويا. ها بوميطر خويا. وشكون قال خويا هاي. مرحبا سخونه مرحبا خويا. ها يحب ياكل خويا ياكل هكا. ها قد هادي هكا فامي خويا. ها ب20 خويا هكا. يحب يقصوها هكا تولي هكا. ها بديس برك خويا. ها 10,000 خويا. ها تحب يقصوها هكا بخويا هكا. ها مثلث. ها 5000. هاي 5000 خويا. ها كيما تحب. خالي مرحبا خالي. مرحبا بالمتر اخويا بالمتر. ها عمي شو معك هذه. ها اشوف الصوره معها. هاي ما بخلكم خالي بالفرماشه خالي. ها والله ما بخلكم خالي. ها والله ما بخلكم خالي صور. ها خليني اخويا الخير كاين اخويا. ها قال كل فرماشه خدك من خماشه خالي. ها بالفينا خالي بالفي كاريه ب 4000 خالي. ها ديروا المايونيز خويا. ها بالفي دياس خويا. ها هسه خويا بالفي ناس اللي يصلك شي فرماشه. كيف ما شفتوا البيتزا عندهم هي عجينه طالينها بمطيشه وجوج زويتينات ودافعين السنطيحه، وقال لك البيتزا تاعنا برك برك. وبلا حشمه بلا حياه مقدمينها لسفيره امريكا وعاطينها ليها كادو. الهبال بعينه. وصلنا مشاهدينا لنهايه الفيديو. الى اللقاء مع موضوع جديد في رعايه الله.